السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. معكم مريم من قناه شمال متنوعه. سمحوا لي على الغيبه. اليوم جبت لكم وصفه اسهل مخنفر في الخلاط الكهربائي دغيا كيوجد. خليكم معايا في المقادير وطريقه التحضير. هنايا انا غنستعمل عادي الخلاط الكهربائي. هنايا غنعبرو يا بالكاس يا بالطاسه او الزلافه. انا عملت 3 الكيسان د الفينو. غنغربلهم مزيان، من الاحسن نغربلوهم باش كنتاكدوا بانه ما فيه والو. انا هنا وجدته على الصباح باش خليته يرتاح ويخمر على خاطرو. كما كتشوفوا كان باقي الكاس اتي قدامي. صافي غربلته، كنزيد عليه نص كاس د الدقيق اي الطحين. غنزيد عليهم معلقه كبيره د الخميره د الخبز. انا غنخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. ومعلقه كبيره د الحليب بودره. الحليب بودره نقدروا نعوضوه بنص كاس د الحليب بدل ما غنعملو 3 د الكيسان د الماء. وعندي معلقه صغيره د السكر والمليحه، قبيصه د المليحه. نفس الكاس غنعملو به 3 د الكيسان عامره د الماء. الماء عادي ماشي سخون ولا دافي اولا من نبيره، يعني الماء عادي. صافي غنخلط شويه. صافي هنا غنخلطو غير شويه غير حتى تدخل ديك المكونات مع بعضها، وغنرجعو للخلاط العادي اللي كنستعملوه في الدار. كما قلت لكم العبار بالكاس اولا بالطاسه اي زلافه. صافي هنا غنعملو الخلاط ديالنا. اللي حاس بالعجينه جات ثقيله فحالي غيزيد شويه د الماء، واللي حس بان العجينه كيف ما هي ما يزيد لها حتى شي حاجه، يخليها كما هي. غير غنضربوه في الخلاط واحد 3 دقائق. صافي هنا ضربته، زيدت له شي حاجه د الماء. صافي وغنرجعو باش يخمر. غنزيد عليه واحد الخميره د الحلوى، وغادي نعمل واحد نص معلقه صغيره د الخل. غنخليوه يرتاح تقريبا نص ساعه، ولكن اللي عنده الوقت يخليه يرتاح ساعه د المكانه حتى ساعتين. مهم هو خصو تقريبا ديالو نص ساعه. انا همنا عملت معلقه صغيره، قلت لكم نص معلقه صغيره حتى معلقه صغيره. غنخلطو مزيان وغنغطيه بورقه د المطبخ العادي. صافي تنجيو نطيبوه. كما كتشوفوا هنايا تخمر، كيجيب لكم الله العجينه بحال تقطعت وهي ما تقطعتش، هي خمارت. هيدا كيجي عامل. صافي وكنحميو المقله ديالنا. بالاحسن تكون ما كتلصقش على عافيه مهيله. انا هنايا استعملت العافيه اللي عاديه ضد، وخليتها مهيله، ما استعملتش الغاز، كانت عندي مشغوله واضطريت نستعمل هذه. كندهنوها بشي حاجه الزيت. صافي حدنا كنشوفوا كنحسوا بان المقله سخونه ماشي بزاف، كنبداو نطيبوا فيهم. تقدروا تعملوا المقله صغيره الا بغيتوهم صغارين، اولا تعملوا فحالي انا معلقه مقله عاديه، ولكن بديت كنتحكم في المغروفه ديالي. يعني كنخليهم ما هما كبارين ما هما صغارين، كنخليوهم 2 دقائق حتى 3 دقائق كيطيبوا من ناحيه اخرى، ومن بعد غنقلبوهم. انا غنوريكم الشكل ديالهم. هما تقريبا بحال باغرير، ولكن هو ماشي باغرير، كيعمل تبيبخات بحال باغرير غير هو كيتقلب. كنعطيوه الوقت. ها نتوما صافي وكنقلبوه وكنخليوه عاود يشبر اللون ديالو ويطيب على خاطرو، ما نسمحوش فيه، نردو بالنا معاه وصافي. هنايا
الا بغيتو تذوبوا الزبده وتعملوا فيها شي حاجه دازير نسموها، وفيما تهزوه من المقله تبداو ترشوا عليه ديك ازير، ديك الزبيده اللي منسمه بازير مع العسيله، اولا تخليوه كما هو كما عملت انا. حتى الاخر عاد عملت له شي حاجه د العسيله، ولا ندهنوه باش ما بغينا بالجبينه مرميلاده، خليوه كيف ما هو ونخبعوه في فريغو. كيجي لذيذ صراحه وخفيف وسهل في المتناول. داغيا داغيا غير في الخلاط الكهربائي كيكون وجاد. هاد الوصفه الصراحه ساهله، نتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتطبقوها. انا باقه معاه، ها نتوما كما كتشوفوا صافي. هنا كنوجد ما شاء الله كيجي مفشفش وماشي مدقص وطايب. عملت له خويطه د العسل وغنقطع معكم هنايا واحده. كيجي غزال لذيذ وخفيف. انا الصراحه ما شبعتي منه، وجبت لكم وصفه اللي سهله ومعتمده عندي. ونتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم اللي مزيونه كيعجبني نقراها. شكرا على المشاهده ديالكم والدعم ديالكم، ونتلاقاكم فيديو جديد.